بمناسبة دخول أفريقيا 2025 في المغرب فحبيت أسترجع ذكرياتكم في 2010 في آخر بطولة كسبتها مصر من غانا في الدولة اللي قامت في أنجولا. تعال مع بعض نسترجع البطولة الأعظم والنهائي الأعظم، بس قبل الحلقة تشكر الله وتصلي على النبي وتعمل اشتراك ولايك، ويلا بينا نبتدي الحلقة على طول. نذكر سريعا كده مشوار منتخب مصر قبل النهائي. طبعا مصر كانت معاها نيجيريا وبنين وموزمبيق. طبعا مصر خدت العلامة الكاملة بعد ما فازت على نيجيريا 3-1 وعلى بنين 2-0 وعلى موزمبيق 2-0. وده كان شيء طبيعي لأن منتخب مصر كان كسب آخر نسختين من كأس الأمم، فده كان شيء طبيعي، وبالعكس كان مباريات منتخب مصر هي أصعب مباريات في البطولة كلها. أما بقى عن دور ربع النهائي فمنتخب مصر فاز على الكاميرون 3-1. طبعا سجل هداف الكابيتانو أحمد حسن، وسجل هدفين التانيين هو محمد ناجي جده اللي حسن شحاتة أصر إنه يضمه للقايمة بعد إصابة محمد أبو تريكة وعدم استدعاء ميدو، واستدعى محمد ناجي جده اللي كان ساعتها لاعب مغمور جدا في الدوري المصري. أما بقى عن نصف النهائي طبعا فمنتخب مصر لاعب الجزائر، ودي كانت مباراة رد الصقر لمباراة اللي حصل في درمان اللي هي كانت هتوصل منتخب مصر لكأس العالم، لكن منتخب مصر ياخد الطار تالت ومتلت. طبعا منتخب مصر فاز 4-0. طبعا كان سجل هداف محمد ناجي جدو وحسني عبد ربه وعمرو زكي ومحمد عبد الشافي. كانت مباراة عالمية جدا، وكانت رد الصقر للي حصل، وكانت رد اعتبار قوي للمنتخب المصري، وساعتها يتأهل منتخب مصر لنهائي أفريقيا للمرة التالتة على التوالي، والحلم بيقترب إن مصر تكسب الثلاثية التاريخية ويجي النهائي التالت على التوالي، ومصر هتلاعب في غانا. غانا طبعا كانت من أقوى الفرق في البطولة دي بالذات، فكان ملاعبتها شيء مش سهل. طبعا المدربين محدش حب يغامر، لكن في الدقيقة 84 محمد ناجي جده الهداف الذهبي لبطولة أفريقيا 2010 يسجل هدف البطولة الغالي في الدقيقة 54 ويكتب اسمه من ذهب، ويكتب اسم منتخب مصر عشان منتخب مصر يكتب اللقب السابع ليه والتالت على التوالي. منتخب مصر ساعتها كان منتخب مصر قوي بما فيه الكلمة، ولكن للأسف المنتخب ده والجيل ده كان في آخر أيامه، لأن من بعدها منتخب مصر ما صعدش كأس العالم لمرتين على التوالي. حصل ثورة وحصلت أحداث، ساعتها الجيل ده اعتزل تماما، ما فضلش منه غير لاعب أو اتنين. ساعتها الجيل ده أول ما انتهى كتب التاريخ في منتخب مصر انتهت، لأن الأجيال الحالية هي أجيال على قد ما يهمها المكسب، على قد ما يهمها الشو والفلوس والبراند. حقيقي ساعتها كان جيل فيه رجالة بجد بتحس بطعم التيشيرت أحسن من دلوقتي، رجالة بتتعالى على المنتخب وما بتحبش المنتخب، كل اهتماماتهم إنهم يصبغوا شعرهم، إنهم يروحوا الحفلة، إنهم يعملوا أي حاجة إلا إنهم يلعبوا كورة. حقيقي كابتن حسن شحاتة لو موجود في الجيل ده كان ظبط اللعيبة، مكانش خلى لعيب حتى يعدي وهو صابغ شعره. منتخب مصر منتخب للعيبة الكبيرة بس. أتمنى تكون عجبك الحلقة، متنساش تذكر الله وتصلي على النبي، وتصلي على النبي في التعليقات وتعمل اشتراك وتعمل لايك، والسلام عليكم.